حقق المنتخب المغربي في كأس العالم إذا ما خانتني الذاكرة فقط فتحي جمال ورشيد الطاوسي وكذلك الآن طبعا محمد وهبي. ثلاث مدربين مغاربة عملوا نتائج جميلة ورائعة مع المنتخب 20 سنة منتخب الشاب في كؤوس العالم الثلاثة. نذكركم طبعا بأسماء ولاحة المنتخب المغربي الشقيق، لأن في بعض الناس يقول لك عبد الله ما عندنا كمية معلومات عنهم. صحيح ما عندكم كمية معلومات لأن اللعيبة يلعبون في أوروبا سواء بلجيكا أو هولندا أو إيطاليا أو كل البلدان. عندك جوميز، صابحي، ياسين، عندك الزهواني، ممر، بيار، الحداد، الصادق، خليفي، أسماء كثيرة، أبو مسعودي، البحراوي، الحموني، عثمان معمة، ياسين جسيم، زابيري، طبعا خريج أكاديمية محمد الساد. أسماء جميلة قادرة على صناعة التاريخ للمغرب ورافد أول للمنتخب المغربي بإذن الله تعالى كذلك في كأس العالم. في شيء يميز المنتخب هذا كابتن، نعم، أن اللعيبة هذيلا تقريبا من 5 دول أوروبية متجمعين فيها، على البرتغال وفرنسا وبلجيكا وأيضا إسبانيا. تمام؟ صحيح. فبالتالي أعتقد اليوم اللي قاعدين نشوفه نحن شيء يعني، وإسبانيا أيضا، وقاعدين نشوفه اليوم شيء مميز جدا في كوكبة من اللعيبة الشباب اللي هم ممكن بكرة يمثلون مشعل ويتم يروحون يكملون مع الفريق الأول.